استرها علينا يا رب، جملة معظمنا بيكررها كل يوم. نعمة الستر واحدة من النعم الكتير اللي ربنا مديهالنا ببلاش، وأغلبنا للأسف مش حاسس بيها. تخيل كده معايا لو كل فكرة غلط بتيجي في دماغك أو كل خطية بتعملها بتتكشف قدام الناس، إزاي هتقدر ترفع عينيك في وش حد تاني أو تتعامل مع حد بصورة طبيعية؟ ربنا لما بيستر علينا ده مش معناه إن إحنا ما بنغلطش، بس لأنه بيحبنا بيدينا فرص للتوبة، عاوزنا نظهر قدام الناس في أحسن صورة. لكن للأسف إحنا أوقات بنستغل حبه لينا وستره علينا بطريقة غلط، وبدل ما نشكره على ستره ونتوب عن خطايانا بنروح ندور على إخواتنا وندينهم وممكن كمان نفضحهم. خلي بالك الإدانة دي خطية مركبة جدا ومكروهة قوي من ربنا، لأننا لما بندين بناخد مكان ربنا، لأنه الوحيد اللي من حقه يحكم على الناس. الكتاب المقدس بيقول: لا تحكموا بالظاهر بل احكموا حكما عادلا. ربنا بيقول لنا إن الظاهر مستحيل يورينا الحقيقة، لأن الحقيقة مش هنعرفها غير لو شفنا القلب من جوه، وبما إننا مستحيل نعرف اللي جوه القلب يبقى مستحيل نحكم حكم عادل. باختصار الآية دي معناها ما دامنا مش هنقدر نحكم حكم عادل يبقى ما ندينش حد. الإدانة فيها عدم محبة وعدم تقدير إن ربنا ساتر علينا ومش فاضح خطايانا قدام الناس. الإدانة بتبين قساوة قلب وعدم رحمة لضعفات الناس، وفيها كبرياء وعدم مخافة من ربنا واستهتار بوصاياه. وللأسف الشديد الشيطان بيعرف كويس قوي يغلف الخطية الصعبة دي في ورق سلوفان ويديها مسميات تانية: دردشة، احنا قاعدين قاعدة حلوة بنتسلى بنجيب في سيرة الناس. لكن للأسف كل دي مجرد مبررات الشيطان ضحك بيها علينا عشان يخلينا نقع في الخطية الصعبة دي وما نحسش ان احنا عملنا حاجة غلط. يا ريت كل ما نقول استرها علينا يا رب نزود عليها وعلمني استر على اخواتي، ونفتكر قد ايه ان ستر ربنا دي نعمة كبيرة احنا ما نستاهلهاش. وما ننساش ابدا ازاي ربنا بيطلب مننا نستر على اخواتنا ونبعد عن الخطيئة الصعبة دي، لانه قال في الكتاب المقدس بكل وضوح: لا تدينوا لكي لا تدان. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.